مدينة أكادير أم البنين جمعية تحتضن أمهات من حمل غير شرعي. نحو 100 حالة سنوية تؤمن لهن الجمعية الإيواء وتضمن لهن قدرا من الاستقلالية المادية لمدة 5 أعوام فقط، لكن الظاهرة في تنام مفزع يستوجب إيجاد حلول جذرية قبل الحديث عن الاحتضان أو التكفل. من أكادير صديق بن زينة ورشيد لطفي. في بعض أشهر الذروة تستقبل جمعية أم البنين بأكادير 10 حالات يوميا من الحمل غير الشرعي، وهذه واحدة من بين هذه الحالات التي تحملت أقصى أنواع التشرد والإقصاء قبل أن تهتدي إلى هذه الجمعية وتجد فيها ما يضمن لها إمكانية الوضع والتكفل. فاش حملت مشيت قلت لها راني حملت من ولدك، قالت لي ماشي ولد ولدي وما كنعرفك ما كتعرفيني. من بعد فاش قلتها لولدها حتى هو نكرني، صافي ظلمت في عينيا، ما قديت نمشي عند والديا، ما قديت حتى شي حاجه، ما قديت ندير والو. عدد مثل هذه الحالات التي تتوافد على الجمعية يفوق 100 سنويا، وإذا كان أغلبها يرصد سابقا لدى الفتيات المنحدرات من الأوساط الاجتماعية والتعليمية الهشة، فإن هذا التصنيف تغير اليوم وأصبحت الضحايا من اللواتي يتجاوز مستوى تعليمهن الثانوي والجامعي. كراو لي أم البنين الشهر تا خدمت، قلبوا لي على خدمة خدمت، دابا خدمت على ولدي، كسيت ولدي كسيت راسي وخدمت لحم جلده. عمري ما ننسى الخير تاع ام البنين. مؤخرا عندنا واحد الحاله اللي بكل صغط تنقولها وانها تحمل المسؤوليه في هذا السياق، اللي كنا عالجنا الظاهره ديالها من قبل، ثم جات بنتها اللي عاود حملات. دونك حنا كنتمناو ان الدور ديال التعليم يؤدي الدور ديالو في الجانب اللي كيتعلق بالتحسيس. القطاع ديال الجانب الديني حتى هو يهز المسؤوليه في هذا السياق فيما يتعلق بالتحسيس. حنا كمجتمع مدني نهزوا المسؤوليه في الجانب ديال التحسيس، ولكن تعاونوا من اجل فعلا التقليص ديال الظاهره. والظاهرة حسب بعض الدراسات في استفحال، ففي كل يوم تضع 83 أما عازبة مولودا خارج مؤسسة الزواج، وأن عدد الأمهات العازبات فاق سنة 2010 27,000، أرقام تدق ناقوس الخطر للاهتمام أكثر بمعالجة العوامل قبل محاولة التكفل بالنتائج.